اسمه كان كفيل إنه يقلب الدنيا في مصر والوطن العربي. الراجل اللي قدر في وقت قصير يخلي ملايين الناس تستناه كل أسبوع، من طبيب جراح لإعلامي ساخر قلب الدنيا. باسم يوسف راجع من تاني بعد 11 سنة غياب. بيتقال إنه راجع للشاشة تاني بعقد خرافي وأرقام بالملايين. خليكم معانا للنهاية علشان تعرفوا إيه التفاصيل بالكامل. باسم يوسف راجع تاني. الخبر ده قلب السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت. أيوة زي ما سمعت كده، بعد أكتر من 11 سنة غياب من يوم ما برنامجه الشهير اتوقف، باسم يوسف اللي العالم كله كان بيتكلم عنه واللي الصحافة العالمية لقبته بجون ستيوارت المصري، بيجهز لعودة جديدة على الشاشة المصرية. طب إيه اللي حصل؟ مصادر أكدت إن باسم يوسف راجع تاني علشان يظهر من تاني من خلال برنامج على القناة مصرية. الرجوع المرة دي مش هيكون ببرنامج ساخر زي زمان، لا، ده في صيغة جديدة تماما، فقرة ثابتة أو لقاء متكرر مع الإعلامي أحمد سالم، وده جوه برنامج كلمة أخيرة اللي بيتذاع على قناة أون. واللي زود الجدل إن في أرقام بتتداول حوالين الصفقة 22 مليون جنيه شهريا. والله 22 مليون جنيه علشان ينتج فقرة جوه البرنامج. رقم ضخم يا جماعة، يخلي أي حد يفكر ويسأل يا ترى الجمهور المصري مستعد يرجع يتفرج بنفس الشغف زي زمان ولا خلاص الزمن اتغير؟ وطبعا كل ده قبل ما باسم يوسف بذات نفسه يخرج ويتكلم ويقول يا جماعة عشان الكلام والإشاعات كتير، أنا زي ما شفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر هتشوفوني تاني من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس. هبقى ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة يوم 7 أكتوبر في حوار حصري هنحكي عن الرحلة بتاعتي السنين اللي فاتت من أمريكا، وهنقول شوية حكايات من ورا الكواليس، أسرار ممكن تتنشر لأول مرة أو لتاني مرة، أكشن دراما ومقاطع بلوتوث ساخنة. وبالنسبة للخبر العجيب إني واخد 22 مليون جنيه، فالخبر ده محتاج دقة. الحقيقة إني واخد 22 مليون دولار، وده فرق كبير وعيب كده. وبعيدا عن كل ده خلينا نرجع شوية ونسأل مين باسم يوسف أصلا وإزاي عمل كل الضجة والدوشة دي. باسم يوسف مش بس إعلامي عادي، الراجل أساسا دكتور جراح قلب وصدر، واخد دكتوراه من جامعة القاهرة، وسافر يتدرب في ألمانيا وأمريكا علشان جراحات زراعة القلب والأجهزة المساعدة لعضلة القلب. يعني المفروض كان يكمل حياته في الجراحة، بس سنة 2011 غيرت كل حاجة في حياته. وبعد ثورة يناير باسم قرر يطلع بكاميرا صغيرة من بيته ويعمل حلقات على يوتيوب، وسماها باسم باسم يوسف شو. أول حلقة اتكلم فيها عن ميدان التحرير، والحلقة يومها وصلت أكتر من 1,000,000 مشاهدة في وقت قياسي، ومن هنا بدأ رحلة الجنون. قناته وصلت لأكتر من 10 مليون مشاهدة بسرعة رهيبة، لغاية ما قناة أون تي في تعاقدت معاه في رمضان لعام 2011 وقدم أول موسم من البرنامج. باسم وقتها بقى أول واحد عربي ينقل محتوى من السوشيال ميديا للتلفزيون بشكل مباشر، وبعدها اتنقل لقناة CBC، وهناك حصل القلبان الحقيقي. المسرح الكبير، الجمهور اللي حاضر، التصوير، الفقرات الساخرة اللي كانت بتخلي مصر والعالم العربي كله يتفرج ويضحك ويبقى مبسوط، وأحيانا برضه كانوا بيبقوا زعلانين. عدد مشاهدات حلقات البرنامج على يوتيوب وصلت لأكتر من 120 مليون مشاهدة، وده طبعا رقم مرعب جدا لوقتها. نجاح باسم ما كانش بس جوه مصر، الصحافة العالمية احتفت بيه، وسنة 2013 دخل قائمة مجلة تايم الأمريكية ضمن أكتر 100 شخصية مؤثرة في العالم كله. وبعدين بقى ضيف في برامج أمريكية شهيرة زي ذا لايت شو مع ستيفن، وظهر مع تريفور نوح، واشتغل في جامعة ستانفورد وهارفارد. ثروة باسم يوسف لغاية دلوقتي أو لغاية 2023 كانت وصلت لحوالي 5 مليون دولار، وده بيأكد إن مشواره ما كانش بس شهرة، ولكن كمان نجاح كبير قدر يبني بيه اسمه وحياة جديدة في أمريكا. بس في نفس الوقت التحدي الأكبر إن البرنامج اتوقف بشكل مفاجئ بعد ما CBC منعت إذاعة حلقته الأخيرة، ومن ساعتها باسم يوسف ساب مصر وبدأ حياة جديدة في أمريكا. عمل برامج أونلاين، كتب مقالات، قدم عروض ستاند اب كوميدي في سان فرانسيسكو، وكمان أطلق قناة عن الأكل النباتي والصحة على اليوتيوب. وبرغم السنين اللي فاتت اسم باسم يوسف فضل حاضر، كل شوية نلاقي فيديو قديم له ترند أو تصريح ليه بيثير الجدل. ودلوقتي وبعد 11 سنة كاملين من الغياب بترجع الساحة الإعلامية المصرية تتكلم مرة تانية. يا ترى عودة باسم يوسف هتكون بنفس القوة دي، ولا التجربة المرة دي هتبقى مختلفة
مختلفة وأهدى. المؤكد إن أي ظهور ليه هيبقى تحت الميكروسكوب، والمتابعة هتبقى بالملايين، وبالناس متحمسة لرجوعه وناس خايفة من تكرار الماضي. الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إن باسم يوسف هيفضل ظاهرة مش عادية. في النهاية انتوا ايه رأيكم لو باسم يوسف راجع تاني للشاشة؟ ويا ترى هتتفرجوا عليه بنفس شغف زمان ولا لا؟